جربنا حلولواني من بلبن، وهقول لكم بكل صراحة عجبنا ولا معجبناش. اول حاجة طلعنا العلبة، وكان الشكل مبهر جدا والشكل كان لذيذ، وفي المازية ولوز اللوز ودبي وسمبوسة دبي وحلا دبي. اول حاجة جربناها كانت لوز اللوز، كانت عبارة عن كيكة وفوقيها كريمة الزبدة، وبعد كده عليها لوز. كان طعمها حلو بس سكرها زيادة شوية. وتاني حاجة جربناها كانت حلا دبي، دي صراحة احلى واحدة كانت عجباني. كانت عبارة عن كيكة فانيليا وفوقيها كريمة وفوقيها شوية بيستاشيو وعليها فراولة. صراحة دي كانت احلى واحدة عندي، عشان كانت غرقانة في الكريمة. وبعد كده جربنا الألمازية، كانت لذيذة برضو بس الأولاد عجبتهم أكتر. هي كانت معمولة بساور كريم. السمبوسة صراحة ما عجبتنيش خالص، والبراونيز هو بس اللي كان حلو، لكن هي كانت سيئة للغاية، ما كانتش حلوة، ما انصحكمش تجيبوها. وتشيز بومب بقى كانت خطيرة، بس الجبنة اللي جواها كانت زايدة ملح، يعني المفروض يقللوا فيها الملح حاجة بسيطة. اللي بيحب تشيز كيك هتعجبه، اللي مش بيحب التشيز كيك مش هتعجبه. وده الريفيو بتاعنا من حلولواني بلبن. لو هرقمهم هدي حلا دبي جولد دي رقم 1، و... وهدي الألمازية رقم 2، ولوز اللوز رقم 3، وسمبوسة دبي دي رقم 4.